في الحلقة الأخيرة، لا صوت يعلو فوق صوت الرصاص، ولا حقيقة تبقى مخفية. كل الخيوط التي تشابكت طوال الموسم تنكشف دفعة واحدة، وكل الوجوه تسقط أقنعتها في لحظة لا تحتمل التردد. تبدأ الحلقة 30 من مسلسل دروب المرجلة 3 بمشهد مشحون بالتوتر، حيث يسير الشيخ صقر يتقدمه الغضب ويقوده الكبر، وبرفقته مقناص ومهاوش وباقي رجال الديرة، وبينهم يقف مساعد، ذلك الخائن الذي أصبح الآن الخيط الوحيد للوصول إلى فزاع. العيون تراقبه والشك يحيط به من كل جانب، لكنه يؤكد أن الساحل هو الوجهة، هناك حيث النهاية. في المقابل وعلى أطراف الساحل يظهر فزاع وهو في حالة هروب مستمر من قبضة الشرطة والحكومة، يقتاد معه شاهين وقمر وجراح في محاولة أخيرة للنجاة أو ربما لتنفيذ تهديده الأخير. التوتر يسيطر على الجميع والوقت لم يعد في صالح أحد، ومع تصاعد الأحداث ينطلق مهاوش ورشة بسرعة نحو الساحل، مدفوعين برغبة الإنقاذ قبل فوات الأوان. كل الطرق تؤدي إلى مواجهة واحدة، مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين. لكن المفاجأة الكبرى تبدأ حين يصل الشيخ صقر ومقناص إلى موقع قريب من فزاع، ويتمكنون بالفعل من تحرير شاهين في لحظة خاطفة، وكأن الأمل بدأ يعود من جديد. إلا أن فزاع لم يكن ليتراجع بهذه السهولة. ينقلب المشهد فجأة إلى كمين محكم. فزاع كان مستعدا لكل شيء. تبدأ المواجهة الكبرى، رصاص، صراخ، وخيانة تتكشف في أقصى صورها. يسقط رجال الديرة واحدا تلو الآخر، وتتحول لحظات النصر إلى مأساة دامية. وفي ذروة الاشتباك تحدث الفاجعة التي لم يتوقعها أحد. يقتل الشيخ صقر في مشهد صادم يهز القبيلة بالكامل، وتسقط معه هيبة كبيرة وتاريخ طويل من القيادة. لحظة تختصر كل الألم وكل الخسارة. لكن النهاية لم تكتب بعد. من بين الدخان والفوضى يظهر مقناص بثبات غير متوقع، وكأن كل ما حدث كان يدفعه إلى هذه اللحظة تحديداً. يواجه فزاع وجهاً لوجه، دون خوف، دون تردد. مواجهة أخيرة بين رجلين أنهكتهما الصراعات، وبضربة حاسمة يتمكن مقناص من قتل فزاع، وينهي معه سلسلة طويلة من الدم والخيانة، كما يقضي على العقرب في مواجهة سريعة ليطوي صفحة من أخطر صفحات الشر في الديرة. تتحرر القيود ويعود شاهين إلى الحياة من جديد، ومعه قمر وجراح وسط صدمة ممزوجة بالنجاة. النهاية ليست سعيدة بالكامل، لكنها تحمل بصيص أمل بعد كل هذا الظلام. أما في الخلفية فتستمر تداعيات ما كشف في الحلقة السابقة. سقوط الشيخ رشاش أو يوسف لم يكن مجرد حدث عابر، بل نهاية حتمية لرجل عاش بوجهين. بعد انكشاف جرائمه أمام الإعلام وشهادة ماريا ضده، تتجه الأحداث إلى محاكمته لينتهي نفوذه قانونيا وقبليا، ويسدل الستار على واحدة من أخطر الشخصيات. ولا ينجو بقية الخونة من المصير ذاته. زاهر يواجه حسابه العسكري، والدكتور رشدي يقف أمام العدالة بتهم لا يمكن الهروب منها، لتؤكد الحلقة أن كل خيانة لها ثمن مهما طال الزمن. ويبقى اسم واحد يتردد بقوة: مهاوش، الرجل الذي لم يتراجع، والذي كان له الدور الأكبر في تتبع فزاع والوصول إليه. يتحول في أعين الجميع إلى بطل حقيقي ورمز للشجاعة والوفاء. وفي المشهد الأخير وبعد كل الدماء والخسائر تجتمع القبيلة على واقع جديد. الفراغ الذي تركه الشيخ صقر لا يمكن تجاهله، لكن الحياة لا تتوقف. يقف شاهين بين الرجال،
نظراتهم تتجه نحوه والقرار يحسم دون كلمات كثيرة. شاهين، شيخ القبيلة الجديد، نهاية تفتح بابا لبداية أخرى. فهل ستكون بداية سلام أم فصلا جديدا من الصراعات؟ هذا ما ستكشفه الأيام، لكن المؤكد أن دروب المرجلة لم تكن مجرد قصة، بل ملحمة لن تنسى. الحلقة القادمة ستكون أكثر إثارة. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس.